ازيك يا عزيزي البني ادم، عامل ايه؟ ان شاء الله تكون بخير. ودي حلقه من حلقات موضوع الماشي، وموضوع النهارده عن النرجسيه. وبما اننا بنتكلم عن النرجسيه فمفيش احسن مني يتكلم عن النرجسيه لسببين: اولا لان انا صاحب القناه وانا اللي هقدم الحلقه ديت، ثانيا لان انا نرجسي جدا. فبما ان انا نرجسي فالنهارده هنتكلم عن النرجسيه. عشان المقدمه ما تطولش يلا ندخل في الموضوع. تعال نبدأ من آخر الموضوع. في الزمن اللي احنا عايشين فيه، احنا عايشين في زمن الوجع فيه بقى محتاج اسم، لأن أي وجع من غير اسم بيبقى خوف. زمان لما كنت تزعل بتتوجع، تدخل علاقة وتطلع مكسور أو متخزوق أيهما أقرب، وتقول أنا اتأذيت، أنا اتظلمت. دلوقتي الموضوع مختلف. دلوقتي لما تيجي تطلع من علاقة تقول أنا دخلت علاقة مع نرجسي، يعني علاقة توكسي. هي أي علاقة مع نرجسي بتبقى علاقة توكسي. كده تحس إن الموضوع بقى شيك. دي جملة لما تقولها تحسسك إن أنت فاهم ومسيطر مش ضعيف. بس الحقيقة ان الكلمة ديت في اوقات كتير بتبقى بنج. يعني ايه بنج؟ يعني تسكنك بس ما تعالجكش. لما تقول الشخص دوت نرجسي انت كده شلت الوجع من عليه، خليت الغلط كله عليه هو وخلصت الموضوع. بس عمرك سألت نفسك طب وانا كنت فين؟ انا كنت محتاج ايه؟ كنت مستني ايه من انسان واضح جدا ان هو مكسور؟ النرجسية يا عزيزي البني ادم مش شتيمة، احنا اللي خليناها شتيمة. مش كل واحد صوته عالي نرجسي، مش كل واحد ناجح او معروف يبقى نرجسي. عشان لو كده يا صديقي يبقى كل ممثل نرجسي، كل يوتيوبر نرجسي، وكل حد ناجح يبقى مريض. وده كلام الصراحة كسل، كلام سهل ان احنا نقوله. النرجسية يا صديقي مش في اللي باين، النرجسية في اللي مستخبي. النرجسية مش انك تحب نفسك، لو حب النفس مرض يبقى العلاج اننا نكره نفسنا. لا طبعا يا عزيزي البني ادم، النرجسيه مش في الصوره ولا في الصوت العالي ولا حتى في الثقه. النرجسيه في الحاجه اللي مستخبيه. الانسان الواثق لو انتقدته يسمعك، يمكن يزعل بس هيسمعك. النرجسي بقى النقد عنده مختلف. النقد بالنسبه له مش كلام، النقد دوت تهديد، كانك بتقول له القناع اللي انت لابسه دوت مش ثابت. ساعتها هيشوف الانسان اللي بينتقد دوت خطر عليه. تعال احكي لك قصه مهمه جدا في الموضوع دوت، وهي قصه نرسيس. نرسيس ما كانش شخص شرير ولا مغرور ولا بيحب نفسه زيادة عن اللزوم. نرسيس كان جميل حقيقي يعني، والناس كانت بتشوفه حاجة مختلفة. من وهو صغير كل الناس كانت بتبصله مش على انه طفل، كانت بتبصله على انه حاجة كبيرة. كانت معظماه بطريقة غريبة. والمشكلة دايما مش في الجمال، المشكلة في اللي الناس بتعمله في الجمال. نرسيس كبر وهو حاسس ان الناس كلها بتحبه بس مش شايفينه. شايفين شكله وشايفين حضوره بس مش شايفين ولا خوفه ولا ضعفه ولا احتياجه. كبر وكل لما حد يقرب منه يحس ان القرب دوت مش امان ليه، لان القرب دوت بالنسبه له تهديد. طب ليه يا عزيزي البني ادم؟ لان القرب معناه انك هتشوفني، هتشوف صورتي. فبدأ نرسيس ان هو يقفل على نفسه. نرسيس قال انا كويس لوحدي، انا مش محتاج حد. وفي يوم نرسيس كان ماشي في الغابة وبدأ ان هو يسأل سؤال واحد: هل في حد هنا؟ نرسيس ما كانش بيسأل السؤال دوت فضول، نرسيس كان بيسأل السؤال دوت وحدة. ورجع نرسيس ينده تاني ويقول تعالي. الصوت قال تعالى. ولما ظهرت وبدأت ان هي تقرب منه وتحضنه نرسيس ارتعب عشان هي قربت منه. القرب دوت كأنه بيقول له انا هنا بكل اللي انت مش عايز تشوفه. والصوت اللي كان بيرد عليه ما كانش انسان، الايكو ما كانتش بنت، الايكو هنا كان صوت افكاره. فنرسيس عمل اللي بيعرف يعمله، انه يهرب. وهرب نرسيس وقعد يجري لحد اما لقى بحيره. وقف وبص وشاف وشه، بس خليك فاهم ان هو هنا شاف صورته. والصوره ما بتتكلمش، الصوره ما بتطلبش، ما بتعاتبش، الصوره ما فيهاش احتياج. وهنا نرسيس حس بالراحه، لان الصوره ما بتقربش زياده عن اللزوم وما بتبعدش فجاه وما بتكشفش حاجه. ففضل قاعد يبص مش لانه معجب بنفسه، لكن لانه اخيرا حاسس ان هو مسيطر. بس السيطرة ديت كانت وهم، لان هو فضل يقرب من الصورة، فضل يتدارى ورا الصورة لحد ما الصورة هي اللي كسرته وغرق نرسيس. وده بالظبط اللي بيحصل مع النرجسية. النرجسية عبارة عن صورة، درع بيحمينا، محاولة انك تمسك نفسك من غير ما تواجه. نرسيس مات يا عزيزي البني ادم عشان هو ما قدرش يحب نفسه من غير صورته. انا ليه بحكي لك القصة ديت وليه القصة ديت مهمة؟ علشان تفهم يا عزيزي البني ادم ان النرجسية مش معناها ان انا حلو، ولا كمان ان
هي انا احسن من غيري. النرجسيه يا صديقي معناها ان انا مش مستحمل نفسي من غير صورتي، مش مستحمل نفسي غير وانا متغطي، لان الصوره امن من الحقيقه. كم مره اخترت ان انت تبان قوي بدل ما تبان محتاج؟ كم مره مسكت في صورتك بدل ما تواجه نفسك؟ كم مره فضلت اعجاب الناس عن قرب شخص واحد بس شايفك بجد، شايفك الحقيقي مش صورتك؟ نارسيس هنا يا صديقي مش مجرد اسطورة قديمة، نارسيس نسخة مكبرة من احساس خوف بشري موجود جوانا كلنا. النرجسي يا عزيزي البني ادم ما بيحبش نفسه، ودي اهم نقطة. النرجسي مش انسان معجب بنفسه، النرجسي مرعوب من نفسه، علشان كده محتاج اعجاب زي النفس. لو الاعجاب قل يحس ان الارض بتتهز، الصورة هي اللي ماسكاه. النرجسية يا صديقي بتبدأ من الطفولة، مفيش نرجسية من غير طفولة موجوعة، زي مثلا طفل اتساب، طفل اتحب بشروط، طفل اتحط عليه حمل، او طفل اتحب بزيادة لحد ما اختفى. يعني مثلا نقارن بين مثالين، طفل اتحب بشروط او الاهتمام بيه كان قليل، ده دايما هيحاول ان هو يظهر نفسه عشان دايما في طفولته كان حاسس ان هو مش ظاهر، على عكس طفل تاني الاهتمام بيه كان زيادة عن اللزوم، كان دايما بيتقال له ان هو ناجح، ده هيحاول على قد ما يقدر يحافظ على الشكل دوت. فالاتنين عكس بعض، بس الاتنين جايين من وجع الطفولة. فالنرجسية هنا بتبقى درع للاتنين. في حاجة يا صديقي اسمها الغضب النرجسي، والغضب هنا مش ضروري يبقى صوت عالي، الغضب هنا ممكن يكون صمت وتجاهل وعقاب بارد، وده اقصى من الصوت العالي والشتيمة. طب ليه يا عزيزي البني ادم بنحب ان احنا نوصم غيرنا، او بمعنى تاني ان احنا نشخص غيرنا؟ علشان التشخيص يا عزيزي البني ادم اسهل من المواجهة. نقول الشخص دوت نرجسي ونمشي. السؤال بقى الحقيقي، انا اتعلمت ايه؟ طب هل يا عزيزي البني ادم النرجسي ممكن يتغير؟ الاجابة على سؤالك يا عزيزي البني ادم النرجسي ممكن يتغير، بس الموضوع صعب جدا وليه تمن غالي، لان تمنه هنا هو الاعتراف. لازم تعترف قدام نفسك بكل حاجة، تبقى صريح مع نفسك وتواجه نفسك. لازم انك تشيل القناع او الدرع اللي عليك وتحس فعلا انك مش محتاجه. طب السؤال اللي يخصك انت، لو الصورة وقعت انت هتكون ايه؟ ولو محدش بيسقف لك ويطبل لك، هتفضل انت واقف ولا هتقع؟ الفيديو دوت يا صديقي مش عنهم، الفيديو دوت عننا كلنا. كل اللي اتقال في الفيديو دوت جوه كل واحد فينا. وبس كده يا عزيزي البني ادم، ولو انت مكمل لحد دلوقتي فانت حبيبي، ولو انت عامل اشتراك في القناه ومفعل زر الجرس وعامل لايك على الفيديو دوت ورحت شفت الفيديوهات اللي قبل كده، فانت حبيبي وقلبي. كان معاكم في الفيديو دوت يوسف علاء، سلام.